اللي مريضه ليه اللثه كيعاني من مرض اللثه وديما تهيج اللثه وسيلان الدم من الفيمه ديالك حيت تغسلي سنيناتك ولا بلا ما تغسليهم. هذا محلول طبيعي، تبعي معايا الفيديو حتى الاخر باش تتعرفي عليه. محلول طبيعي 100% بدون الكول، بدون يعني مصنوع من اعشاب طبيعيه، كيتباع في الفارماسيان. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تتعرفوا عليه. هذا الفيديو هذا المستخلص، هذا عفوا هذا المحلول هذا راه طبيعي 100%، ويعني مفيد بزاف للمرض اللثه وهيجان اللثه. الا كان كيهمك الموضوع تبعي معايا. المحلول طبيعي 100% وموجود في البلاد، موجود في المغرب، موجود في اي بلاصه. يعني تبعي معايا الفيديو باش تستافدي معايا. نهضر لكم البنات على المعاناه ديالي مع اللثه عندي ديما فيها تهيج. ما كاع لي دونتيست تبعتهم، تبعت في فرنسا، تبعت في اسبانيا، تبعت في البلاد. يعني فين ما كنمشي نزلت لاسبانيا كنمشي لي دونتيست. هنا في فرنسا ديما رانا متبعه معاهم. عندي انا تهيج في اللثه، ما خليت الادويه اللي تبعت، ما خليت لي دونتيفريس اللي بدلت، سانسوداين، يعني سينيال، كاع الحاجات اللي فيها علاج مرض اللثه ولا اللي كتمنع تهيج مرض اللثه ولا سيلان اللثه بالدم، كاعهم تبعتهم. يعني بدون فائده وبدون جدوى. كنمشي لدونتيست، كنمشي يعني ما خليت ما درت. ولكن هذا هو اخر محلول اللي استعملت، وهو اول مره نشوف هذا المحلول هذا طبيعي 100% بدون كحول، مصوب غير من مستخلص الشاي، يعني من شجرة الشاي. يعني مستخلص طبيعي بدون كحول. غير تبعوا معايا الفيديو باش تعرفوا عليه. بالنسبه لهذا المحلول هذا، هو هذا البنات بغيت نشاركه معكم. هو هذا تقدروا تاخذوا ليه فوطو. بالنسبه للالكول ما فيهش الزيرو، هانتوما 0%. هانتوما خالي من الالكول، 0% زعما ما فيه حتى شي حاجه، طبيعي 100%. ما فيهش لا ريحه، ما فيهش الرائحه ديالو ديال الشاي عادي. وانتم كتعرفوا شحال من وصفه كنديروها ولا كيديروها الوالدين ديالنا ولا جدودنا، ولا كيديروا كيصاوبوا بها محلول طبيعي للفم، كيكون فيه دائما مدخلين فيه الشاي، لان الشاي مضاد للاكسده، زوين بزاف. وهذا محلول طبيعي 100%، وكما قلت مستخلص من شجرة الشاي. كيفاش انا حتى لقيت هذا المحلول هذا وكيفاش تشريته؟ المهم انا فاش هذا راه خديته من البلاد، من المغرب. هو اي واحد يقدر ياخده من المغرب. خديته من بارا فارماسي. وكيفاش حتى خديته، كيفاش حتى لقيت المحلول هذا وشريته؟ راه خرجوا لي الدونتيست، واحد الدونتيست زوين الله يعمرها سلعه. ملي تمشي عنده تيعطيك اشياء طبيعيه، ما تيخرجلكش داك شري سانسوداين وشري هادي وشري هادي، لا، تيصيفطك فين تشري حويجات طبيعيه بحال هكا وموجودين في لا فارماسي. وانا شريته من بارا فارماسي. صافي البنات، تقدروا توريو لا فارماسي الا ما لقيتوش تشريوه بارا فارماسي، موجود في المغرب. هذه هي الكرتونه ديالو. هانتوما انا غادي نحل لكم القريعه وغادي نوريه لكم من الداخل المحلول كي داير. هانتوما كما كتشوفوا هاي هو الاسم ديالو، تقدروا تاخذوا ليه صوره. زوين، محلول طبيعي 100%. ملي كتغسلوا الفيمه ديالكم كديروه بامبوش، كتخليوه في لابوش ديالكم، ما تيحرق، ما تحسوا بالحرائق، ما تيحرق ما والو. العكس ديال دوك لي بامبوش اللي كنشريو فيهم الكول، تيبقى فمك يحرقك وعند بالك انت هذاك هو احسن محلول لتهيج اللثه. هو والو، راه غير الكول هذاك هو اللي تيبدا يحرقك وفيه الروايح. هذا الريحه ديالو طبيعيه، الريحه ديال الشاي تيخلي فمتك ما فيهاش ريحه خانزه، يعني تيخليك الفيمه ريحه فيها زوينه وتيبري لك اللثه. زوين. محلول غزال هذا يا البنات، محلول غزال طبيعي، خاص باللثه الحساسه، يعني اللثه اللي كتكون فيها سيلان الدم وديما فيها تهيج، ديما حمراء، تجيو تتحكوا سنيناتكم تيبدا يسيل لكم الدم. هذا هو المحلول اللي يناسبكم، يعني طبيعي 100%. وما تخافوش على سنيناتكم، لان دوك لي بامبوش راه تيبقاو ياكلوا لنا من المينا ديال السنان، تتكون عندهم واحد ديك
يعني كيبقاو ياكلوك من الطبقه الفوقانيه بشويه بشويه. هذاك الشيء كله يعني ما مزيانش. وانا تنحاول نشري حويجات طبيعيه وتنحاول يعني اي حاجه طبيعيه زوينه تنبارطاجيها معكم. هي الكرتونه ديالها الصراحه كانت غير مرميه عندي مع غير في وسط المجورات تكرفصات، يعني كنت غادي نرميها وقلت لا علاش يعني ان القريعه بوحدها ما كافياش. قلت حتى يعني حتى ندير لكم عليها فيديو باش نشاركها معكم. وداك الساعه نرميها، هي تكرفصات ليا بزاف لانني هذه غير مرميه وديما عندي غير هاد لابواط هذه هي اللي كنستعملها، هي راه خوات. المهم هي هذه البنات البواطه تقدروا كما قلت لكم تاخذوا ليها فوطو، وراه قلت لكم كاينه في البلاد، نتوما كتشوفوا مكتوبه بالعربيه، تتمشيو للبارا فارماسي وتاخذوها من عنده. صافي البنات بالنسبه للمحلول كي داير محلول زوين بزاف. انا نحل القريعه وتشوفوا محلول ريحته جميله، يعني الريحه ديال الشاي. الريحه ديالو غزاله، هانتوما كتشوفوا بيض عادي، والريحه ديالو فنه 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 ما تسخوش منها. واحد الريحه يعني طبيعيه، كتشموا فيها بحال كتشموا يعني ريحه الشاي اولا يعني اعشاب ولا بحال ما عرفتش كيفاش نوصف لكم. ريحه زويونه، غزال غزال، ريحته كتحمق وما كيحرقش كما قلت لكم، هكا خفيف على الفيمه ديالكم وما كيحرقش. ملي كديروا به، ملي كديروه في لابوش ديالكم في الفيمه ديالكم راه ما كيحرقش البنات. والريحه زويونه كيداوي اللثه بطريقه جميله، يعني ما كيبقاش يحرقكم وما تقدروش تشدوه في الفيمه ديالكم. وحتى الوليدات الصغار ما يقدروش عليه، يعني حتى الوليدات الصغار. انا عندي الوليد ديالي عنده ديما الفيمه ديالو حتى هي حساسه بحالي، خرج ليا انا يعني الفيمه ديالو حتى هي سونسيبل، ديما عنده لثه مريضه، ديما تتسيل ليه بالدم، ديما تيحك سنيناتو وتنبقى ندير ليه لي باش تيبقى يحرقوه ما تيحملهمش. اما هذا زوين خفيف للوليدات الصغار ولا الكبار. ايوا هذا هو الفيديو اللي بغيت نشارك معكم اليوم البنات، هذا هو البامبوش اللي بغيت نشارك معكم. كنتمنى البنات يعجبكم، واي سؤال خليوه ليا في الخاص عفوا في التعاليق. ويعني انا اي حاجه راه نديرها وتنشاركها معكم بكل حب. كل حب كندير معكم فيديوهات لانني عندي هادشي رانا مجربه ودايره، وكما كتشوفوا انا كنشارك معكم اي حاجه، اي حاجه يعني جربتها وجميله وطبيعيه. غتدخلوا القناه ديالي غادي تلقاو بزاف، غادي تلقاو اعشاب طبيعيه اللي كيزيدوا الحليب عند الانثى باش ترضع وليداتها. اللي ما عندهاش الحليب في البزوله ديالها كتقدر تدخل الفيديوهات تلقاهم. عندي علاج الديدان الامعاء بطريقه طبيعيه، عندي بزاف ديال الفيديوهات. كنتمنى تدخلوا القناه وتستافدوا معايا اكثر. محلول غزال بزاف. انا متاكده باللي هذا المحلول هذا غادي يعجبكم.